ضربه ركنيه رايح لها امير الصابر. الناس برضه يا كابتن والله. يلعب على طول امير وجول مصطفى ريشه. مصطفى ريشه علي ولا علي بقى يا ولد. احمد علي قلت لك لعيب كبير لعيب كبير لعيب كبير. انفراد انفراد جول 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 علم هدف علم الفن. بل 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 الرحمن الرحيم. وعقب انتهى مباراة نادينا نادي الشنواني مع نادي اشمون اسعدنا وشرفنا طبعا. هنقول المنسق العام او رئيس البعثة، رئيس بعثة في الشرقية ورئيس البعثة وشه حلو على النادي يعني بعد العودة وقيادة بعثة النادي الاول الحاج عبد الحميد عمر. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك كابتن. احنا طبعا بنتشرف بكابتن انور وكابتن صبحي طبعا اللي هم ورانا في كل مكان. طبعا المركز الاعلامي بتاع النادي، واحنا طبعا النهارده الحمد لله رب العالمين جينا خدنا 3 بونت من اشمون اللي هو اصلا ما كانش بيامن اللي هو مثلا متزايل الجدول مثلا او هو بشيش اللي ساعات فرقه محترمه. طبعا احنا ما بننكرش الذات للناس دي طبعا، بس احنا الحمد لله رب العالمين لنا هدف ولنا بلان احنا بنحاول من اول الموسم. في تعثرات حصلت، في تعثرات حصلت، في لعيبه فكت، في لعيبه فكت. جهاز فني محترم بكابتن محمد صلاح طبعا والجهاز المعاون بتاعه كويس. احنا بنشكر الناس كلها طبعا. وبعد رجوعنا طبعا من العمره وحاجه زي كده احنا قعدنا مع اللعيبه وقعدنا مع الجهاز والحمد لله رب العالمين. اي نعم جت وعكه للكابتن محمد صلاح وفاه والده رحمه الله عليه طبعا احنا كنا بنرد الجميل ليه كويس. في ماتش الشرقيه الحمد لله رب العالمين اقتنصنا 3 بونت من المتصدر في الشرقيه في عقر داره. واحنا النهارده نفسي برضو المنوال بنكرره تاني للمره الثانيه كلاكيت تاني مره جينا برضو لاشمون في عقر دارهم ناخد منهم 3 بونت. وده الحمد لله رب العالمين حصلنا 3 بونت باذن الله، وان شاء الله نكمل باذن ربنا سبحانه وتعالى. وان شاء الله السنه دي احنا بندي امل للناس كلها بالصعود باذن ربنا سبحانه وتعالى، وشعب المفاجاه باكمله طبعا اكيد يعني. حبيبي حاج عبد الحميد دايما وشك حلو علينا وشك حلو على نادي الشنواني. انت بقيت الايقونه بقيت الترند. رحنا الشرقيه جبت ال3 بونت وجيت رحنا اشمون يا رب تكمل ال3 ماتشات. اقسم بالله لا اعمل لك حاجه كده بقى دي ما بيننا وما بين بعض ما بيني كلام سر ما بيننا وما بين الكابتن انور. انت عارف معزتنا مع بعض دي بعيد عن اي حاجه. ان شاء الله حاجه ليك انت ربنا يكملها على خير ان شاء الله وهتبقى حاجه كويسه باذن الله. والشكر طبعا يا كابتن صبحي حبيبي ربنا يبارك فيك. احنا دايما المركز الاعلامي اللي بنتشرف بيه دايما. ربنا يبارك فيك حبيبي حاج عبد الحميد. شكرا لك حاج عبد الحميد. ده كان لقاءنا مع حاج عبد الحميد عمر طبعا المنسق العام ورئيس بعثه نادي الشنواني. طبعا بنتمنى التوفيق باذن الله.